طبعا نحن بعد ما فتحنا المحل الحمد لله رخصناه، والرخصة ساعدتنا على أنه تكون أمورنا رسمية من أجل تصدير العسل ومن أجل بيعه بالداخل التركي أيضاً. عمل النحل الترحال والتنقل يعني أمر مهم جداً فيه، وحتى البحث عن المراعي أحياناً يضطرك أنه تسافر مسافات أيام. فبقيت يومين يعني حوالي كل يوم أقود السيارة 15 ساعة في جبال صعود ونزول. طبعا هي رحلة ممتعة ولكن متعبة وفيها بعض الخطورة. يعني في موش كان في دبب برية. في بعض مراعي النحال التركي ما عنده تركيز عليها، ومثال على ذلك عسل وحبة البركة. مثلا النحال التركي ما عنده توجه انه يحط على حبة البركة، حتى في كثير يعني اصدقاء نحالين سوريين اتراك ما بيعرفوا عسل حبة البركة. فالسوري اوجد هي المراعي وبحث عنها وحط عليها العسل. فنحن من هي الزاوية بنكون نحن ما اضرينا بالنحالين الاتراك. وجدنا مراعي لا يوضع النحل عليها، وضعنا نحلنا عليه. فنحن بنقطع آلاف الكيلومترات هون بتركيا للبحث عن مراعي أول شيء تكون فيها فائدة إنها، وثاني شيء يكون ما فيها ازدحام نحالة. ومن ناحية أخرى نحن فتحنا أسواق تصدير للخليج بكميات كبيرة. يعني نحن عم نحاول نصدر العسل التركي للمناطق العربية اللي عنا تواصل قوي معها، بسبب انه نحن عرب واللغة واحدة مع الدول العربية، فالتصدير من قبلنا بيكون اسهل وايسر. بالنسبة لمراحل جني العسل كما ذكرت لك، ومنصفي العسل ونضعه في مناضج لعدة أيام. منضج عبارة عن برميل مفتوح يعني حتى يرتاح العسل قليلا بعد التصفية، ومن ثم يعبأ بتنك لبيع الجملة وبمطربانات بلور للبيع المفرد أو المفرق. طبعا بيع المفرق يتم إما عن طريق الإنترنت وإما عن طريق نقطة مبيعنا بمرسين بالبوجو بمحلنا محل عسل وشفاء. طبعا نحن بالمحل بالإضافة للعسل بنبيع جميع الأغذية الطبيعية اللي بتكون هي غذاء ودواء، مثل زيت الزيتون الطبيعي، الأعشاب الطبيعية، السمن البلدي والسمن سواء البقر أو الغنم، جميع الأغذية الطبيعية اللي بتكون قيمتها الغذائية عالية. محلنا طبعا مفتوح بمرسين من قريب السنتين، وقبل ما نفتح المحل أيضا كنا نبيع العسل يعني عن طريق المعارف والإنترنت وما إلى هنالك. بعد ما فتحنا المحل الحمد لله رخصناه، والرخصة ساعدتنا على أنه تكون أمورنا رسمية من أجل تصدير العسل ومن أجل بيعه بالداخل التركي أيضا.